لما بنتكلم بصراحة عن الاي اي في الشركات لازم نفرق بين حاجة بنتكلم عنها كتخطيط استراتيجي وحاجة بنعملها لان في تول حلوة قدامنا. الاستراتيجي بتنظم الموارد، بتقلل المخاطرة، بتظبط لي الامور وبترسم لي لونج تيرم بلان. اما تطبيق الاداء من غير اي استراتيجي غالبا بينتج عنه صرف زيادة، لخبطة في الاوبريشن، والنتائج طالعة نازلة بدون اي استابيليتي. اول حاجة احنا محتاجين نعرف اصلا يعني ايه استراتيجي، يعني ايه احط اي اي استراتيجي لشركتي. ببساطة الاستراتيجي هي إن أنا أوضح القيمة اللي أنا عايزة أوصل لها، قيمة مالية أو تشغيلية، أو إن أنا أبني خطة أولويات تنظم تنفيذ المشاريع بحيث كل خطوة يبقى ليها سبب اقتصادي واضح وليه طرق قياس وكي بي ايز قادرة أحاسب عليها. يعني قبل ما أبدأ أستخدم أي اي اي تول محتاج أبقى عارف بالظبط إيه الفايدة اللي هتتحقق منها وإمتى وإزاي، وأوزع الريسورس بتاعتي والميزانية بتاعتي بناء على إيه وبناء على أي أولويات بشكل واضح مش بشكل عشوائي. طيب ازاي الشكل ده يختلف عمليا من مجرد تطبيق طول لاستراتيجي مظبوطه؟ لو حد قال لك تعالى نجرب سي ار ان جديده من غير ما توضح له الهدف، هتلاقي فريق الاي تي صرف فلوس كتير جدا، فريق الماركتنج اتلخبط، المبيعات مش شايفه نتيجه واضحه، بعدها بيجي الضغط لان كلنا اتفقنا في الاول ان التول دي حلوه وناس كتير جربتها، وفي الاخر النتيجه مش زي ما احنا متخيلين، هي مجرد ترند على الفاضي. طيب إيه النتيجه؟ ان احنا صرفنا كتير قوي على تولز كتير قوي، الاوبريشن متضايق، كل الديبارتمنتس في بينها تصادم، الاونر زعلان جدا جدا ان هو بيصرف مفيش نتيجه واضحه ملموسه قدام. كل واحد بيقول انا اشتريت التول عشان اعمل كذا، والتاني بيقول انا كنت محتاج حاجه تانيه. ليه؟ لان النتيجه مش زي ما احنا كلنا متخيلين. طيب خليني اشرح لك انت المفروض تعمل ايه اصلا. اول حاجه حضرتك تحتاج تعمل خريطه للقيمه الماليه والتشغيليه وتبدا تقيس الفاليو الاول. اول حاجه لازم تسالها لنفسك، لو نفذنا المشروع ده ايه الفايده اللي الشركه هتكسبها؟ مش زيادة خدمة ولا تحسين تجربة اليوزر، لا، رقم أو نتيجة قادر أقيسها، زي تخفيض تكلفة متابعة الفواتير ب 30%، زي تقليل الدي اوف كلوز من 90 ل 60 يوم، زي ان احنا نزود الافريج اوف اوردر الاي او في بنسبة 5%، زي ان احنا نخفض وقت معالجة التيكتس بنسبة 40%، وهكذا. بعد ما بحدد الرقم ده اقدر احسب بشكل تقديري مالي تقريبي، حتى لو حساب بسيط بالجنيه، انا هكسب ايه وهكسب امتى وازاي. هنا المقارنه مع تكلفه المشروع هتبقى سهله قدام السي اف. اقول لك مثال تاني عشان تفهم. لو عندك عمليه يدويه بندخل فواتير بتاخد تقريبا 1000 ساعه شهريه بتكلفه الساعه 50 جنيه، يبقى التكلفه الشهريه للعمليه دي تقريبا 50000 جنيه. لو عملت اوتوميشن للبروسيس اللي بتحصل بنسبه 70% هتوفر لي 35000 جنيه شهريا. ده رقم واضح ممكن اقيسه، ممكن اواجه بيه تكلفه البي او سي، ونحدد فتره استرداد للفلوس اللي اتدفعت فعلا في الاي اي تول اللي استخدمناها عشان تعمل التاسك دي. هنا ده كده تفكير منظم، تفكير تقدر تبني عليه خطه لاستخدام الاي اي تولز عندك. تاني خطوه حضرتك محتاج تعملها انك تحط اولويات زمنيه، مين يجي الاول وليه. مش كل فرصه حضرتك شايفها تستحق التنفيذ فورا. استخدم قاعده بسيطه، الكويك وينز. القاعده دي تاثيرها واضح جدا ومجهودها قليل. لما حضرتك تبدا تجرب حاجه معينه وتنجح، اتنقل لمشروعات متوسطه في التعقيد بتاعها، وبعدين للمشروعات اللي بتحتاج بنيه اساسيه قويه او تغيير تنظيمي وهيكلي كامل. المهم هنا ان يكون عندك خريطه اولويات ورود ماب، كل محطه فيها ليها معيار نجاح واضح وبتنقلك للمحطه اللي بعدها، مش مجرد يلا هنجرب ونشوف. خليني اديك مثال. نفس الشركه اللي عندها فواتير يدويه اللي شفناها في الفيديو اللي فات، اول محطه بي او سي هي اتمتت او سي ار على نوع فاتوره معينه. لو نجحت نبدا نوسعها على قسم تاني او ديبارتمنت تاني وهكذا، وبعد كده تبدا تدرس بناء منصه كامله end to end للاكونتس والفوائد الماليه وتغطي تكلفه البنيه الاساسيه للبروجكت الكبير ده. ما تبداش البروجكت الكبير مره واحده، ابدا ستيب باي ستيب. الخطوه الثالثه، خلي ادواتك تخدم الاستراتيجي مش العكس. التولز لازم تيجي بعد ما تحقق القيمه او ترتب اولوياتك. دور الاداه هنا ان هي تنفذ جزء من الخريطه الكامله بكفاءه، مش دورها ابدا ان هي تحدد او ترسم البلان على اللونج تيرم. لما حضرتك تختار تول معينه، اسال هل التول دي هتسرع الوصول لهدفنا الاساسي الكبير اللي احنا كلنا رايحين عشانه ولا لا؟ هل هتدعم السكيلابيلتي ولا لا؟ هل سهل نبنيها
على البنيه التحتيه الحاليه ولا لا؟ مين هيبقى اونر للمشروع ده لما نيجي ننفذه؟ هل هتحتاج اي انتجريشنز تانية، اي اي بي ايز محتاجين نعمل لها انتجريشن مع اي تولز تانية موجوده عندنا بالفعل؟ لو كل الاجابات على الاسئله دي واضحه، خلاص التول اللي حضرتك بتفكر فيها هتبقى مناسبه. لو لا، لا بلاش تشتري تول تضيع فيها وقت وفلوس ومجهود لان انت حبيت الانترفيس بتاعها على الفاضي. اختار تولز مناسبه لمجالك ومناسبه للمرحله اللي حضرتك فيها دلوقتي. الخطوه الاخيره انك تترجم الاستراتيجي لقرار تنفيذي. دي جزئيه عمليه لازم تطبقها. كل مشروع بيمشي على ستيجز، كل مرحله ليها بادجت محدود، ليها سكسس كرايتيريا معينه، ليها ديسكشن جيد، وليها حاجات تانية كتير. فلما البي او سي يحقق النتائج اللي احنا متفقين عليها من الاول، يتنقل للمرحله الثانيه ببادجت اضافيه. لو مفيش نتيجه من المرحله الاولى، نقف نتعلم نشوف ايه اللي حصل، نبدا نعدله ونظبطه. الطريقه دي بتحميك من ان انت تصرف فلوس كتير قوي واستثمارات كتير قوي في حاجه مش مثبت ان هي هتنجح عندك. وارد جدا ان هي التول دي تبقى نجحت في شركات تانية كتير، لكن مش شرط ابدا انها تنجح عندك. يعني مثلا لو محدد 6 اسابيع لتجربه الليد سورسنج بميزانيه 200,000 جنيه، لو بعد ال6 اسابيع نسبه الكونفرجن للتوب سيجمنت زاد بنسبه 30% او اكتر زي ما انت محدد، تمام حلو جدا، يلا نمول المرحله الثانيه ونبدا نعمل انتجريشن مع السي ار ام وندرب كل الفرق اللي محتاجه تتعامل مع السيستم الجديد ده. بخلاف ده لا، بلاش ما تلعبش وما تكملش اصلا. النقطة رقم 5، لما تكون بتقيم أداء ركز على مقاييس تشغيلية وتقنية زي الليتنسي، زي الانتجريشن سكسس ريت، زي المينتيننس ايفورت وحاجات تانية كتير. ما تخليش قياس الأداء زي مثلا وقت استجابة الاي بي اي يغني عينك عن الصورة الأكبر اللي هي هل فعلا الإيرادات زادت ولا لا. بوينت رقم 6 وهي الحوكمة، الأونرشيب. مين اللي هيكون مسؤول عن البروجكت؟ لو مش واضح من الأول مين اونر لكل بروجكت، اي مشروع هيبقى مسؤوليته ضايعه ومشتته ما بين القبائل. الاستراتيجي الناجحه بتحدد اونر لكل فكره. البيزنس اونر ده بيكون فاهم تك وبيكون فاهم الكي بي ايز اللي هيبدا يتحاسب عليها. لازم كمان تبني آلية حوكمة بسيطة وتعمل ستيرنج كوميتي يعمل اجتماع كل شهر يراجع النتائج ويقرر التوسع. ناخد مثال، لو الاونر ليه بروجكت خاص بالمبيعات، هو الهيد اوف سيلز لازم يكون هو اللي بيقرر بالظبط ازاي يستخدم الليد سورس في الورك فلو بتاعت الفريق. وده محتاج تريننج، محتاج تعديل للكي بي ايز الفرديه، ويمكن محتاج تعديل في نظام الحوافز، ويمكن محتاج تعديل في حاجات كتير جدا جدا. فمن هنا لازم يبقى في اونر لكل اي اي بروجكت حضرتك تستارته عندك في الشركه. هسيب لكم في الكومنتس تملت تقدروا تستخدموها عشان تحددوا لو الفرصه دي فرصه حقيقيه، واستخدام الاي اي تول هنا هيبقى مؤثر فعلا ولا لا. لو مش عارف تعمل ده بنفسك، تقدر ترجع للتيم مهيره وهيساعدوك تعمل ده في سيشن واحده اسمها سيشن الجاب اناليسيس، اللي فيها بنشوف ايه الوضع الحالي وايه احتياجات حضرتك، ونبدا نقيم المرحله اللي حضرتك موجود فيها دلوقتي واحتياجاتها. خليني اقفل معاكم النهارده بانه مش كل تول بتستحق ان حضرتك تشتريها وتدفع فيها. حضرتك محتاج تستثمر في مشاريع الاي اي بس لما يكون ليهم تاثير تجاري واضح وليه طريقه قياس واضحه، وتبدا ببي او سي، ببروف كونسبت صغير مرتبط بكل واحد في التيم واضح، ونمول التوسع بس بعد اثبات الفاليو الحقيقيه اللي طلعت من البي او سي اللي بدأناه. اتمنى لكم تعملوا اي اي استراتيجيز كتير جدا ناجحه جدا، وربنا يطورنا كلنا.